زمان أما كنا في المدرسة، كان المدرس أول ما بيدخل الفصل بيقول سلام عليكم، وكل الفصل بيرد عليه، ومباشرة بيقوم لافف وشه للسبورة، كاتب تاريخ اليوم واسم الدرس، وبعد كده يبدأ يشرح الدرس. كانت الحصة حوالي من ساعة إلا ربع. الساعة إلا ربع كلهم كانوا جد. كان بيشرح فيهم الحصة بجد، وكانت المعلومة بتدخل دماغ الطالب أو التلميذ. يعني كان كل مثلا ما يقول معلومتين ثلاثة عشان يفوق التلاميذ او الطلبه اللي وراه: اقف يا ابني انا قلت ايه، او اقف يا بنتي انا قلت ايه. وكانت الحصه بتبقى ممتازه والكل بيبقى قايم فاهم. تاني يوم اول ما بيدخل الفصل برضه بيقول سلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ويقوم لافف وشه للسبوره وكاتب برضه تاريخ اليوم واسم الدرس. وقبل ما يبدا في الدرس يقوم لافف وشه وسائل الطلبه او التلاميذ في الدرس بتاع امبارح مثلا، ويعمل معاهم مراجعة، وبعد كده يبدأ في الدرس الجديد. ده كان المدرس. ما كانش بيهدد حد وبيقول له إن ما خدتش عندي درس خصوصي هسقطك أو هعمل لك ملحق أو الكلام ده. وأصلا ما كانش فيه دروس خصوصية إلا صدفة، اللي بياخد ياخد واللي ما ياخدش ما ياخدش. ما كانش فيه أي ضغوط، لأن التعليم كان تعليم صح. كان الكل بيستوعب من المدرس، لأن المدرس ده رسالة، أمانة، دي شغلته. على فكرة، المدرس اسمه مدرس تربوي، يعني هو مسؤول عن الطالب أو التلميذ أكتر من مسؤولية أهله عليه. مسؤول عن تربيته وتعليمه. إحنا فين بقى النهاردة من كل ده؟ المدرس النهاردة شغله كله بيعتمد على الدروس الخصوصية. أول ما بيدخل الفصل بيقول سلام عليكم، ويروح قاعد على الترابيزة بتاعته أو على الدكة وماسك التليفون ويقعد يهزر مع التلاميذ أو الطلبة. عدت التلات أرباع ساعة خلاص. بيعتمد على إيه بقى؟ على إن الكل او بعض الناس او بعض الطلبه او التلاميذ اللي في الفصل هيروحوا ياخدوا عنده درس. في الدرس بيدي ضميره، واحيانا والله ما بيدي ضميره. ان ما كنتش تاخد عندي درس خصوصي مانيش ههتم بيك. طيب، انا راجل مثلا من ضمن الاهالي دي، اهالي الاولاد دي، عندي ولدين ثلاثه، ادفع لهم دروس خصوصيه ب 500 ولا ب 1000 منين وانا اصلا ماليش دخل؟ هنفرض ان انا ماليش دخل، واكتر الناس ملهاش اي نوع من الدخل. طيب، هدفع لاولادي دروس خصوصيه منين؟ ان ما دفعتلوش ابني يسقط؟ ليه كده؟ عامل ضميرك يا اخي. دي رساله، دي رساله وامانه ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك عليها حساب كبير قوي. الطلبه او التلاميذ دول اولادك. حط نفسك مكان الاهالي. لو عندك ولدين ثلاثه وملكش اي دخل او دخلك بسيط، وهم في المراحل التعليميه المختلفه، هتصرف عليهم منين؟ هتدفع لهم دروس خصوصيه منين؟ ده غير مصاريفهم العامه كلها، باقي المصاريف، ان كان علاج، ان كان بقيه مصاريف مدارسهم، ان كان اكل، ان كان شرب، ان كان ان انت هتدفع سكن، هتدفع كهرباء، هتدفع ميه، مواصلات للاولاد او ليك. لو ولد مثلا لا قدر الله تعب او عيه، هتكشف عليه منين؟ هتجيب له الروشته منين مثلا؟ الاهالي كلهم بيعانوا من الكلام ده. تيجي انت تضغط عليه بدروس خصوصيه؟ ما تدي ضميرك للطالب او للتلميذ، ما انتش هتخسر حاجه. حضر الدرس بتاعك بالليل، حضر الدرس بتاعك، واول ما تدخل على الطالب او على التلميذ في الفصل اديله مجهودك كله. اديله مجهودك كله يا اخي، ما انتش هتخسر حاجه. انت علتك او مشكلتك كلها، او كل ما بتيجي ترد على حد بيكلمك في الكلام ده بتقول له انا مرتبي قليل. طب احمد ربنا اصلا ان انت ليك مرتب 6000 ولا 8000. ليك مرتب اخر الشهر، معروف ان انت بتشتغل طول الشهر في اليوم ساعتين اتنين يعني على الزياده مش على الاقل، واخر الشهر ليك مرتب. غيرك ملوش اي مرتب ولا اي معاش ولا اي دخل. يبقى تحمد ربنا. انت ليك مرتب وليك تأمين صحي وليك تأمينات وليك مميزات كتيرة قوي عند الدولة. غيرك مش لاقيها نهائي، نهائي.
اتقوا الله، اتقوا الله في الناس وفي أنفسكم. انتوا عندكم أولاد برضو زي الناس الغلابة دي. أنا عارف إن في بعض الناس هتزعل من كلامي، ولكن أنا بتكلم في الصح، وطول ما أنا بتكلم في الصح لا أهب أحد زي ما بيقولوا.